اهتمامنا كبير بالشعر سبب ظهور كتير من الخرافات وأنصاف الحياة للعناية بيه أو للتحذير من أخطار معينة بتواجهه، مش بناء على أبحاث وحقائق علمية، لأ، بناء على إحساس وتجارب شخصية ممكن تكون بتأثر عليها عوامل تانية كتير مش معمول حساب. أنا عارف إنها غريبة إن واحد شبه أقرع اللي يقدم الفيديو ده، بس خليني أحكي لكم قصة صغيرة عني نبدأ بيها أول موضوع معانا النهاردة. زمان وأنا صغير كانت إنك تظبط دقنك في شكل دوجلاس طالعة موضة. كان نفسي أعملها بس طبعا شنب إعدادي أو خط إعدادي كان عائق قدامي. كانت اللي بتكبر دقني بس، ولكن حد من أهلي قال لي الحل بسيط، احلق بالموس، هو دايما بيتقال عند الرجالة بكده، وجرب واكيد هتلاقيه تاني. في الاول قعدت اقول ليه اعور نفسي ومش عارف ايه، وبعد كده اتعودت على شكلي بشنب وده بس اهي طلعت وبقيت بحلقها كده على طول، وعمري لحد دلوقتي ما حلقت بالموس. ايه بقى حقيقة موضوع الموس اللي بيتقل الشعر ده اصلا؟ اللي بيحصل بكل بساطة انك لما تشيل معظم الشعرة اللي بتنمو في شكل مدبب، الجزء اللي فاضل بيبان اغمق واتقل. بس في الحقيقة لما بيطلع تاني ويكبر ويرجع لحجمه الطبيعي بيرجع زي ما كان بالظبط. وكالعادة المقالات والأبحاث من أول خرافة لآخر خرافة هتلاقيها موجودة تحت في وصف الفيديو لو حبيت تقراه. لو تتغير فجأة فيفضل تستشير طبيب، لأنه في بعض الأحيان ممكن يكون عرض جانبي لمرض بيعمل لخبطة في الهرمونات. تاني موضوع معانا النهاردة هو إنك تشيل الشعر بملقاط. عادة هتسمع تحذيرات إنك ما تشيلش الشعر الأبيض أو الرمادي بملقاط عشان لو شلته هيطلع مكانه شعرتين تلاتة. في الحقيقة التحذير ده إلى حد ما في محله فعلا، بس السبب طبعا مش إنك لما تشيل واحدة هيطلع مكانها اتنين، لأن في الأول وفي الآخر هي شعرة واحدة هتطلع من جذر واحد. ولكن في حاجتين مهمين، أولا نفسيا، إن أنت لما هتلاحظ واحدة وتركز معاها هتلاقي إن أنت بقيت بتركز أكتر، فهتشوف شعر اكتر رغم انهم كانوا في الاول وفي الاخر طول الوقت موجودين. ثانيا تكرار شد الشعر على المدى الطويل ممكن يدمر بصيلات الشعر، وبالتالي لو اللي انت بتجري وراها دي مش مجرد شعره وانت دخلت في عدد كبير من الشعر الرمادي انت بتجري وراه، فده ممكن يعمل لك فراغات في شعر. وفي النهايه التحذير الى حد ما في محله، ولكن انك لما تشيل شعر رمادي هيطلع مكانها اتنين دي خرافة. وعلى سيرة الشعر الأبيض فأشهر نص حقيقة موجودة هو إن الشعر بيقلب أبيض أو رمادي بسبب ضغط الحياة وبدون رجعة. واسمح لي قبل ما أوضح ليه دي مش 100% حقيقة أشرح ليه أصلا في ألوان للشعر. بكل بساطة سبب لون الشعر هو نفسه سبب لون الجلد، وهو الميلانين اللي بيتفرز من جذور الشعر، وعلى حسب كميته بيتحدد اللون. لو كتير طبعا اللون هيبقى اسود، وكل ما تقل الكمية اللون بيخف لحد ما توصل للون الأصفر، وفي النهاية لما مبيبقاش موجود خالص الشعرة بيبقى لونها أبيض. والحقيقة على الرغم من إن العامل الأساسي في تحديد لون الشعر وإنه يبقى رمادي بعد كده هي الجينات والعمر عن طريق بروتينات وهرمونات كتير. يعني لو أهلك شعرهم بقى رمادي في سن مبكر دي علامة إنك بنسبة كبيرة هتبقى زيهم أو العكس، إلا إن الضغط برضو بيأثر بشكل ما. وهنتكلم دلوقتي على دراستين عكس بعض برضه هتلاقيهم في وصف الفيديو لو حابين تقرا اكتر. الأولى اتعملت على الفئران عن طريق تعريضهم لضغط كبير ورا بعضه، بتقول إن هرمون النور أدرينالين اللي هو أخو هرمون الأدرينالين هرمونات الفايت أور فلايت اللي بيطلعوا وقت إحساسك بالتوتر بتبدأ تنقل الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين من الشعر للجلد، وبالتالي بتغير لون شعر الفئران بلا رجعة. ولكن دراسة تانية من جامعة كولومبيا بتقول إن العملية ببساطة إن عمرك البيولوجي والعوامل الهرمونية بتقرب الشعر لنقطة التحول عشان يتغير لونه، والضغط والتوتر هما الزق اللي الشعر محتاجها عشان يتغير لونه بدري شوية عن ميعاده الطبيعي. ودول برضو إن في إمكانية في بعض الحالات لما الضغط يقل يرجع لون الشعر عادي، وده اللي بينفي النظرية اللي اتعرضت في التجربة الأولى، أو على الأقل بيقول إن طريقة تغيير لون الشعر في البشر مختلفة عن الفئران. ندخل على موضوعنا الرابع، الشعر بيطول أسرع لما تقصه باستمرار. الحقيقة إن الشعر بينمو بسرعة ثابتة عند كل حد فينا، والعوامل اللي بتأثر عليه هي التغذية، الجينات، العمر، والجنس. وسرعة متوسطة كده حوالي نص إنش كل شهر، وفي خلال الفترة دي الشعر بيكون في مراحل نمو مختلفة. أولا مرحلة الأناجين هي المرحلة اللي بينمو فيها الشعر، ثم الكاتاجين المرحلة اللي الجزء السفلي من بصيلة الشعر بيتقطع، ثم التيلوجين المرحلة اللي ما بيحصلش فيها أي نمو خالص، ثم الإكسجين المرحلة اللي بتبدأ الشعرة فيها تخرج وتقع وتبدأ الدايرة تاني من الأول. وبالتالي رغم إن سرعة نمو الشعر ثابتة للفرد مش بتتأثر بقص الشعر، إلا إن طبيعي إنك تلاقي حوالي 100 شعرة بيقعوا في اليوم من الشخص.
وانا طبعا كنت بقع اكتر من كده بكتير في اليوم قبل ما اوصل للمرحله دي. وانا بدور ورا الخرافات دي لقيت بحث جامد حابب اذكره في موضوع النمو ده بالمره. بيقول لك انك لما تختلع الشعره بملقاط او مكنه او اي اختلاع بشكل عام، بتدخل الشعره في مرحله الاناجين فيز او مرحله النمو، وفي المرحلة دي بتساعد على العلاج بتاع الجروح، وده بيحفز على علاج الجروح في منطقة الشعرة لأنها بتشتغل كمخزن لخلايا الإبيثيليوم، الخلايا اللي بتغطي جسمنا بشكل عام. الموضوع الخامس معانا هو إنك لما تسرح شعرك 100 مرة في اليوم هتخلي الشعر صحي. على الرغم إن مبقتش أبحاث قوية بتتكلم في تسريح الشعر، بس اللي لقيته سواء من أبحاث معمولة على عدد صغير من الناس أو مقالات خبراء في صحف، في اتفاق على ان لما نزود عدد مرات تسريح الشعر بشكل كبير ده بيزود من سقوطه وتكسيره، وبالتالي دي خرافة. وخلي بالك برضو من نوع الفرشة، لانه يفضل تكون فرشة بسنان بينها فراغات واسعة عشان الشد نفسه يبقى اخف. الموضوع السادس والسابع هو ان شعرك بيتعود على شامبوهات ومنتجات معينة فتأثيرها بيقل، وإن المية الساقعة بتنعم الشعر وتظبطه. والحقيقة إن الجزء الخارجي من الشعرة عبارة عن خلايا ميتة مليانة كيراتين زيها زي الطبقة الخارجية من الجلد، والخلايا دي مش بتتعود على حاجة، ولا المية الساقعة ولا حتى المية السخنة هتأثر عليها بالشكل ده. الموضوع التمام معانا هو إن في منتجات عناية بالشعر بتزود من كثافة الشعر، والحقيقة إن سمك الشعر اللي بيأثر عليه هو الجينات، السن بسبب تغيرات الهرمونات، التغذية، الأشعة فوق بنفسجية، والحاجات بقى اللي بتأثر على صحتك زي الأمراض سواء هرمونيا أو على تغذية الشعر. وبالتالي بناء على الكلام ده عشان منتج معين يحسن من سمك الشعر فهي حاجة من الاتنين: يا إما التغذية اللي وصل للشعر مش أحسن حاجة وبالتالي هو هيرجع شعرك لسمكه الطبيعي، يا إما هيغير في جيناتك ودي حاجة مش موجودة دلوقتي. ما صدقش كلام الاعلانات ده. وكده كنا وضحنا الحقيقه من الخرافه في المعلومات المنتشره مننا عن الشعر، واستنتجنا ان الحلاقه بالموس مش بترجع الشعر اتقل من الاول، وشيل الشعر بملقاط ممكن مع الوقت والعدد الكبير يعمل فراغات في الشعر، ولكن لما تشيل شعر بملقاط مش هيطلع مكانها اتنين خالص. ضغط الحياه ممكن يخلي الشعر لونه يتحول ابيض بدري شويه عن ميعاده الطبيعي، بس العامل الرئيسي هو الجينات. ومفيش حاجه اسمها انك تقص شعرك باستمرار فهيطول اسرع، ولا انك تسرح شعرك 100 مره في اليوم فهيبقى صحي اكتر. والشعر مش بيتعود على حاجة، ولا المياه الساقعة أحسن من المياه السخنة في إنها تقفل مسام والكلام ده، هي بس بتحسسك بانتعاش. وآخر حاجة، ما تصدقش قوي كلام شركات التجميل لأن مفيش حاجة هتغير سمك الطبيعي لشعرك إلا لو كان فعلا في مشكلة في التغذية الواصلة للشعر. وبس كده، أتمنى تدمروا زر اللايك والسبسكرايب عشان نقدر ندمر خرافات أكتر بطرق علمية وتوصل لناس أكتر تتفرج عليها. وبس كده، نورت. You think you know it all, heard it all before, but the truth is there's so much more. Got the faith nominees on the scene ready to shine. The scientific knowledge gonna blow your mind. Subscribe to Dr. Seth, yeah, man, his channel today. He's busting